السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. البنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر، عندي لكم وصفه رخيصه وهائله وبمكونات قليله ومجربه. الصراحه انا من الناس اللي عزيز عليهم الوصفات الطبيعيه، وديما تنسول وتنبحث باش نلقى وصفات مفيده، لان احسن حاجه هي نوجدوا الوصفات في ديورنا خاليه من المواد الكيماويه. المهم ندخل في صلب الموضوع ونخليكم مع المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاجو في هذه الوصفه، فاحنا كنحتاجو نصف كاس من الخزامه اللي كنطحنوها حتى كتولي عندنا على هذا الشكل. بالنسبه للمكون الثاني اللي كنحتاجو الازير او اكليل الجبل او روزميري، حتى هو نصف كاس، وكنطحنوه حتى كيصبح عندنا على هذا الشكل. بالنسبه للمكون الثالث اللي كنحتاجو، فاحنا كنحتاجو الشاي اللي كنستعملو ديما، وكنطحنوه حتى كيولي عندنا على هذا الشكل. وبالنسبه لاخر مكون وهو الزيت، يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون، كما يمكن لكم تستعملوا فقط الزيت الخاص بالطبخ اللي كنستعملوه في الكوزينه وكنوجدوا به الاكلات ديالنا. غادي ناخذ واحد الاناء معدني وغادي نوضع فيه الازير او اكليل الجبل اللي طحناه، غادي نوضع فيه ايضا الشاي اللي طحناه بطبيعه الحال، والخزامه مع الزيت. غنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم، وغادي نوضع هاد الاناء فوق ما النار مهيله حتى كيسخنوا هاد المكونات، فقط واحد المده ديال 5 حتى ل 10 دقائق على نار تكون مهيله بزاف. بعد ما سخنا الزيت ديالنا مع هاد المكونات كنخليوه حتى كيبرد. من بعد فاحنا كناخذوا قنينه زجاجيه وغادي نوضعوا فيها هاد الخليط ديالنا. ضروري تخليوه تيبرد عاد توضعوه في القنينه الزجاجيه باش ما تهرش. كنوضعوا فيها هاد الزيت ديالنا. من بعد ما وضعنا الزيت في القنينه ديالنا كما كتلاحظوا معايا، فغادي ناخذ يا اما واحد الورقه اللي غتكون بيضاء، اولا غناخذوا الورق الخاص بالجرائد، وغادي نلفوا فيه هاد القنينه ديالنا بهذا الشكل. غادي نغطيوها وغادي نوضعوها في مكان مظلم، وغادي نخليوها لمده اسبوع. من بعدها غادي نبداو نستعملوا هاد الزيت. بالنسبه لطريقه الاستعمال، فاحنا كنبقاو ناخذوا الزيت اللي كيطفى الفوق بشكل يومي وكنوضعوه على الشعر ديالنا، فكيكون مصفي من هاد المكونات، وفي نفس الوقت كتكون فيه كاع الفوائد ديال هاد المواد اللي استعملنا. كنبقاو ناخذوا الزيت اللي كيطفى الفوق وكندلكو به فروه الراس وكندلكو به الشعر ديالنا بشكل يومي. وفي ملي كنكونوا بغينا نمشيو للحمام او نغسلوا الشعر ديالنا، فكناخذوا القنينه كنحركوها مزيان حتى كتخلط المكونات مع بعضياتها، وكناخذوا هاد التخت اللي كيكون لتحت وكندلكوه على فروه الراس ديالنا وعلى الشعر ديالنا وكنغسلوا الشعر ديالنا. هاد الوصفه غتساعدكم على محاربه تساقط الشعر، وصفه مجربه ومفيده جدا للشعر. كنتمنى تجربوها. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا له بارطاج باش يستافدوا منه ناس اخرين، ديروا جيم للفيديو، تشتركوا في القناه. شكرا على التتبع ديالكم، على الوفاء ديالكم. الى اللقاء الى فيديو قادم وحلقه قادمه. للاطلاع على مزيد من الوصفات يمكنكم زياره الموقع عينشافمريم.com، ايضا موقع شهواتي. باي باي.